صحبة من لا يخاف الله عار. صحبة من لا يخاف الله عار. ووالله إن الأمر كذلك. من صاحب من لا يخاف الله، من صاحب أصحاب البدع، من صاحب أصحاب الشهوات، لا بد أن يظهر عليه ذلك وأن يفضح أمام الناس بذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فقال في نافخ الكير: فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فهذان أثران سيظهران عليك: إما أن يحرق ثيابك فيرى حرق الثوب، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أقول الذي يقرب هذا الزمان يقرب هذا الأمر في زماننا شارب الدخان. فشارب الدخان إذا جالسته إما أن يحرق ثوبك، تطير شرارة من سيجارته على ثوبك وتحرق ثوبك، وإذا ذهبت إلى البيت رأوا هذا، وإما أن تحمل منه ريحا خبيثة، فإذا مررت بالناس شموا منك الرائحة الخبيثة، ولربما اتهمت بأنك تشرب الدخان حتى لو لم تشرب. هذا أول شره. وفي الغالب من صاحب سحب. فصحبة من لا يخاف الله عار، أي أنها تعود على صاحبها بالعيب.